الاهلي استقبل 6 اهداف في ماتشين. الغريب ان السيناريو كان شبه نسخة متكررة بالحرف. الترجي على ارض الاهلي سجل فيه 3 اهداف. بيراميدز في ماتش الدوري سجل برضه فيه 3 اهداف. ولو بصيت على الاهداف هتكتشف ان المشكلة مش سوء حظ، المشكلة ان في اخطاء دفاعية بتتكرر بشكل غريب. هدف الترجي الاول دربكة دفاعية، تشتيت غلط، الكرة على حدود ال 18، تسديدة، جول. هدف بيراميدز الاول غلطه من ياسر ابراهيم، فيستو مايلي على حدود 18، نفس التسديده، جول. سذاجه دفاعيه وضربه جزاء وجول. يعني احنا بنتكلم عن فريق بيكرر نفس الاخطاء، خروج كوره سيء، ارتباك تحت الضغط، مساحات بين الخطوط، ومدافعين بيتصرفوا بعشوائيه وقت الخطر. وده هنا بقى دور الزمالك. لو الزمالك يوم الجمعه دخل القمه وهو عايز يستغل اخطاء بناء اللعب ويهاجم المساحه ورا الدفاع بسرعه، لان الاهلي هيديله فرص. الاهلي حاليا اي ضغط عليه بيخليه يتوتر، اي افتكاك في نص الملعب ممكن يتحول لانفراد، واي كرة على حدود ال 18 والدفاع متلخبط ممكن تبقى فرصه حقيقيه لهدف. القمه دي مش محتاجه لعب استعراضي، محتاجه فريق ذكي يعرف ان خصمه عنده مشاكل واضحه جدا، لان الترجي كشف الاهلي وبيراميدز اكد على كده. سؤال بقى، هل الزمالك يقدر يستغل ده يوم الجمعه؟